مناعة أطفالنا في المدارس. لتعزيز ورفع مناعة أطفالنا لمقاومة الفيروسات التنفسية علينا اتباع الخطوات اللي هنقول عليها. رقم 1: الإكثار من تناول المشروبات على مدار اليوم، ولو حتى المية والمشروبات الدافية البسيطة خالص، وكمان الإكثار من تناول الأطعمة الصحية اللي بترفع المناعة. ورقم 2: التهوية الجيدة سواء في بيوتنا ومنازلنا أو كمان في الفصول الدراسية، لأن الطفل بيقضي فيها معظم ساعات اليوم. رقم 3: نكون حريصين على عدم تعرض الطفل لتيارات هواء باردة مفاجئة. يعني علشان الطفل مثلا ينزل المدرسة الصبح بدري، ضروري إن احنا نعرضه للتهوية بالتدريج. يعني مثلا زي إيه؟ يشرب بق مية قبل ما ينزل المدرسة، نفتح الشبابيك والبيبان بالتدريج بحيث الطفل يتعرض للتيارات الهواء اللي بره البيت بالتدريج. وكمان نكون حريصين على عدم تعرض الطفل للتيارات الهواء اللي بتخرج من التكييفات أو المراوح، خاصة في فترة الليل، لأن التوقيت اللي احنا فيه ده هو توقيت تغيير فصول وبتنتشر فيه النزلات الفيروسية. النقطة الرابعة: نكون حريصين على إعطاء الطفل التطعيمات الخاصة بيه، وخاصة تطعيم الإنفلونزا الموسمية اللي بقى متوفر في كل الصيدليات وبعض العيادات الخاصة. النقطة الخامسة: نشجع أولادنا على ممارسة تمارين رياضية، ولو حتى تمارين رياضية بسيطة جدا، وأسهلها رياضة المشي. ننصح أولادنا قبل ما يخرجوا من البيت إن هم ما يلمسوش أي أسطح، لأن في بعض الفيروسات عندها قدرة واستطاعة إنها تعيش على الأسطح لمدة طويلة جدا، قد تصل لشهر أو أكتر. نكون حريصين برضو على نظافة أطفالنا الشخصية، ونعلمهم طريقة النظافة الصحية السليمة، وعدم تناول التيك أواي والمأكولات اللي بره البيت.